كلام في سروك ودي شهادة حق. الرجالة مفيش أغبى منها. اسمع مني زي ما بقول لك كده، الرجالة مفيش أغبى منها. تسألني ليه؟ أقول لك يا أبو عمرو، من ساعة ما الواحد يتهفف عقله ويتجوز كده، احسبها. لو حب يستمتع بحلاله، نقول بيستمتع يوماتي على الله، نص ساعة، نص ساعة يا قادر، بتوع ال3 ثواني يركنوا على جنب، نص ساعة يوماتي على الله، يعملوا لهم حسبة 15 ساعة في الشهر. السنة فيها 12 شهر، يعني 180 ساعة، حسبة 7 أيام ونص. منهم يومين ونص الهانم مع كنينة مقريفة عندها عذر بتسوي حياتك، بتكئب كل مستقبلك، يصفصفوا على 5 أيام. 5 أيام، 5 أيام يخلوك سنة بحالها، تأكل وتشرب وتدلع. ولو كنت مهتم كنت عرفت لوحدك، هنني دلعني شخلعني. يبقى ناقصها تعمل ايه وتقول لك تعالى شطفني عشان ايه؟ 5 أيام. فين عقلك؟ فين عقلك؟ من اول ما بتروح تطلب ايد البرنسيسة وابو جنابها يقعد كده ويتنك، يبقى مخلف حته 150 سنتي، ويقول لك عايز مهر نص مليون. ليه يا مولانا؟ البرنسيسة مثلا بص على نصيتين، هيعدي من قدامها الدائري، لا مؤاخذة كده، في احتمال في المستقبل يقب منها بير بترول. ليه كده؟ انما نقول ايه؟ الغباوة جاية من عندنا. اقول لك الحق، الرجاله ناقصين عقل ودين. ايه زي ما بقول لك كده، ناقصين عقل ودين. ناقصين عقل عشان بيتجوزوا، وناقصين دين عشان ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. والواحده دي تتجوزها تبقى كده كالسحليه، كهعود القصب. ايه، سنه واحده اللغدي بطرخ والكرش يدلدل، واول ما تتخانق معاه تقول لك انت واخدني لحم ورميني عظم. يا دي السواد! مش بقول لك الرجاله مفيش اغبى من سن. ايه يا واد، عملت ايه في العروسه؟ ايه وزنها قد ايه؟ 100 كيلو؟ اموت في الكرش المدلدل. عن اذنكم، عن اذنكم، اي ما اتجوز. مش بنقول لك ناقصين عقل ودين؟